كم هو جميل أن ترفع هذه السلطة في بلادنا شعار تحرير الشعوب وتقرير مصير الشعوب والعزة والكرامة للمواطن، فهي مزين من البرة وش حالك من الداخل. وماذا تبقى من هذه الشعارات؟ وهل صحيح أن الجزائر تساند الشعوب المضطهدة وتقف مع البلدان التي ترضخ تحت الاحتلال وتساند الشعوب هذه الدول للتخلص من الاحتلال؟ فما تقوله هذه السلطة شيء جميل، ولكن ما تفعله شيء آخر، شيء مخزي ومشين. ما حدث هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصويتها ضد مشروع حماية الشعب السوري من همجية حكامه لا دليل آخر أن الشعار الذي ترفعه السلطة أنها تقف في صف الشعوب هف والشعب أصبح مهفوف به. المشروع الذي صوتت ضده الجزائر، عفوا السلطة الحاكمة ليست الجزائر، يهدف لحماية حقوق الإنسان وإرغام بشار بالتوقف فورا عن رمي البراميل المتفجرة على شعبه فقط. فلماذا إذن تصوت هذه السلطة باسم الشعب الجزائري ضد هذا المشروع؟ هل التصويت يؤكد الموقف المنافق للسلطة في الجزائر التي تزعم مساندة الشعوب وتتحدث عن تصفية الاستعمار مثل ما تتحدث وتفعله في الصحراء الغربية، ومن جهة أخرى تساند الطواغيت مثل ضد شعوبها أمثال بشار والقذافي والسيسي ومبارك من قبل، والقائمة طويلة كما يقول سيرابح من قسنطينة. ألا يؤكد وقوف هذه السلطة مع الدب الروسي ضد خاوتنا في الشيشان، ومع ميلوزوفيتش ضد البوسنة، ومع سربيا ضد الكوسوفو لا دليل آخر على أن شعار تقرير المصير الشعوب خضرة فوق طعام كما يقال في الجزائر ولا يسمن ولا يغني، بل هو خداع ومكر في حق الشعوب باسم دوما الشعب الجزائري. يقول المحللون أن الموقف وهذا التصويت دواعيه واحد فقط، وهو الخوف من أن يقرر يوما الشعب الجزائري تقرير مصيره، فتقف وتهب هذه الدكتاتوريات التي صوت من أجلها بدورها في مساندته ويرجع لها الخير. بل يرى الآخرون أن مساند دكتاتوري ومساند سفاح لا يكون إلا من دكتاتوري وسفاح، وأن الطيور تقع على أشكالها. شعار تحرير الشعوب مصطلح كبير في المعنى وهدف نبيل، ولكن لا سند له في الواقع، بل وجد فيه النظام ضالته وحيلة للبقاء في السلطة. أما شعار كعبة الثوار أو مكة الثوار فقد صدق، فقد أصبحت الجزائر مرتع للفاسدين والمرتشين يطوفون على خزائنها صباحا مساء، ينهبون ويرجمون كل من تسول له نفسه أن يطالب بحقه. فمتى تبقى هذه العصابة تتاجر بشعارات لا أساس لها في الأرض الواقع؟ وعيه واحد فقط، وهو الخوف من أن يقرر يوما الشعب الجزائري تقرير مصيره، فتقف وتهب هذه الدكتاتوريات التي صوت من أجلها بدورها في مساندته ويرجع لها الخير. بل يرى الآخرون أن مساند دكتاتوري ومساند سفاح لا يكون إلا من دكتاتوري وسفاح، وأن الطيور تقع على أشكالها. شعار تحرير الشعوب مصطلح كبير في المعنى وهدف نبيل، ولكن لا سند له في الواقع، بل ومبارك من قبل، والقائمة طويلة كما يقول سيرابح من قسنطينة. ألا يؤكد وقوف هذه السلطة مع الدب الروسي ضد خاوتنا في الشيشان، ومع ميلوزوفيتش ضد البوسنة، ومع سربيا ضد الكوسوفو لا دليل آخر على أن شعار تقرير المصير الشعوب خضرة فوق طعام كما يقال في الجزائر ولا يسمن ولا يغني، بل هو خداع ومكر في حق الشعوب باسم دوما الشعب الجزائري. يقول المحللون أن الموقف وهذا التصويت ما تفعله شيء آخر، شيء مخزي ومشين. ما حدث هذا الأسبوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصويتها ضد مشروع حماية الشعب السوري من همجية حكامه لا دليل آخر أن الشعار الذي ترفعه السلطة أنها تقف
في صف الشعوب هف والشعب أصبح مهفوف به. المشروع الذي صوتت ضده الجزائر، عفوا السلطة الحاكمة ليست الجزائر، يهدف لحماية حقوق الإنسان. كم هو جميل أن ترفع هذه السلطة في بلادنا شعار تحرير الشعوب وتقرير مصير الشعوب والعزة والكرامة للمواطن، فهي مزين من البرة وش حالك من الداخل. وماذا تبقى من هذه الشعارات؟ وهل صحيح أن الجزائر تساند الشعوب المضطهدة وتقف مع البلدان التي ترضخ تحت الاحتلال وتساند الشعوب هذه الدول للتخلص من الاحتلال؟ كما تقوله هذه السلطة شيء جميل، ولكن وإرغام بشار بالتوقف فورا عن رمي البراميل المتفجرة على شعبه فقط. فلماذا إذن تصوت هذه السلطة باسم الشعب الجزائري ضد هذا المشروع؟ هل التصويت يؤكد الموقف المنافق للسلطة في الجزائر التي تزعم مساندة الشعوب وتتحدث عن تصفية الاستعمار مثل ما تتحدث وتفعله في الصحراء الغربية، ومن جهة أخرى تساند الطواغيت مثل ضد شعوبها أمثال بشار والقذافي والسيسي